أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عين على المشهد. سنسلط الضوء مشاهدينا ضمن حلقتنا لهذا اليوم على ثلاثة محاور. المحور الأول عن الفعالية الشعبية التي تنظم في مدينة عامودة لرفض سياسات التعريب وتغيير أسماء المدن الكردية من قبل الحكومة المؤقتة. أيضا في محورنا الثاني سنتحدث عن التحديات التي تواجه العمال في مدينة الحسكة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا بشكل عام، وأيضا في ظل الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة. أيضا في محورنا الأخير مشاهدينا الكرام سنتحدث عن ملف عودة مهجري سريكانية وغريسبي إلى أرضهم ومنازلهم، وأيضا انتظار دام طويلا للمهجرين في سبيل العودة الآمنة والكريمة لمنازلهم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نبدأ بمحورنا الأول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تستمر الفعاليات الشعبية والمظاهرات تنديدا بسياسات التعريب التي تقوم بها الحكومة المؤقتة في سوريا، وأيضا تغيير أسماء المدن الكردية والمعالم الكردية والثقافية في المنطقة. هنالك اليوم مظاهرة في مدينة عامودة وفعالية يتم تنظيمها من قبل الأهالي للتنديد بهذه الممارسات التي قامت بها سابقا نظام البعث في سوريا، والآن تستمر هذه السياسة العنصرية وسياسة تعريب المناطق الكردية من قبل الحكومة المؤقتة. لتسليط الضوء مشاهدين أكثر حول هذه الفعالية تنضم معنا مباشرة من مدينة عامودة مراسلتنا جيهان روش. جيهان، مرحبا بك. لو تضعين بصورة الفعالية التي تقام اليوم في مدينة عامودة، وأيضا مطالب المواطنين وأيضا استنكارهم لسياسة التعريب التي تقوم بها الحكومة المؤقتة وتغيير أسماء المدن الكردية. تفضلي جيهان. نعم سعيد، في البداية مرحبا بك وبجميع مشاهدي فضائية روجافا. سعيد، بالنسبة لما يحدث في هذه الفترة من تغيير ديموغرافي يرتكب بحق أسماء المناطق الكردية، إن كانت كما كان في نظام السابق نظام البعث. كنا نرى بأن اسم مدينة كوباني كان في السجلات الرسمية وفي الدوائر الحكومية يستخدم مصطلح عين العرب، ولكن هذا لا يقبل بحق المناطق الكردية بتعريب أسماء المناطق الكردية. لا يوجد لأي سلطة الحق بالقيام بتغيير اسم أي منطقة كردية، لأن تلك المناطق لها تاريخها، لها كرامتها، لها نضالها وكفاحها عبر الزمان. تلك المناطق التي قدمت عبر الزمن آلاف الشهداء، وكما نقولها دائما كانت وستبقى تلك أسامي المناطق الكردية باسمها الحقيقي. كوباني ستبقى كوباني، وباقي المناطق الأخرى ستبقى كما هي. وأيضا سعيد، بخصوص هذا الموضوع، بخصوص تعريب أسامي المناطق الكردية من قبل الحكومة المؤقتة، وبخصوص اللغة الكردية التي تعد الركيزة الأساسية التي استندت عليها وحققتها ثورة 19 تموز منذ بداية عام 2012، تعتبر الركيزة الأساسية التي استندت عليها ومن أهم المكتسبات التي تم تحقيقها. فاللغة اليوم في مناطق روجافا بين أهالي روجافا ليست فقط مجرد كلمات تستخدم هنا، بل هي تاريخ، بل هي كرامة، بل هي وجود وثقافة الشعب الكردي. ليست مجرد كلمات تستخدم أو كلمات عابرة يتم النطق بها في المدن هنا في مدن روجافا في جميع المناطق الكردية. سعيد، بخصوص هذا الموضوع ورفض أهالي مناطق روجافا حول تعريب المناطق وحول أيضا للنضال أكثر في تحقيق وحق اللغة الكردية في الدستور السوري الجديد، تنظم احتجاجات ووقفات وتدلى بيانات بشكل مستمر في المناطق رفضا وردا على ما تقوم بها الحكومة المؤقتة من
تغيير أسامي المناطق الكردية وبخصوص لغتهم الأم أيضا. اليوم أيضا في مدينة عمود السعيد تم تنظيم وقفة احتجاجية وألقي بيان أمام ساحة المرأة في مدينة عمودة في تمام الساعة 10:30 بدأ البيان سعيد. للمزيد أكثر حول البيان ألقاه الأستاذ أرشك باراوي أحد كتاب ومثقفي مدينة عمودة، هو الآن ضيفي أيضا سوف يسلط لنا الضوء أكثر حول البيان الذي تم إلقاؤه حول مطالب الأهالي بخصوص اللغة الكردية وبخصوص ما يتم تعريبه بحق المناطق. أستاذ في البداية مرحبا بك على شاشتنا. تصاغبي لو تحكي لنا عن البيان الذي تم إدلاؤه عن رفض الأهالي لما يتم على عمل به القيام به من قبل الحكومة المؤقتة وبخصوص اللغة، ما هي مطالبكم اليوم أنتم كأبناء مدن روج آفا؟ ديفان دمين داوية دي براستي بيشتيغو اف قناغا انتجراسيون هاتيه ام دنرينغو اف رجيما دمكيجي تشوا ديكي همان سياستا بري بكارتينه يعني تنكرنا بيشتي 14 سال شورشي وقند الشهيد تنكرنا ما في ما زمان ما بشارنوس ما ناسنامه ما يعني قبل تندك نافي باجار وقند ميغو كرنا عربي وما كرديتيا بقراند ودي سافدقرين عربي وكوباني كرنا عين العرب وسري كان كرن راس العين وديريكي كرن عربيه وتربسبيه كرن مالكيه وقحطانيه وفين الرنجي يعني ببورين قال لك ناف نوتو نه نافين قندنا عمودي كرن عربي يعني او نافانا نافين كفنار هناك شيء عثماني بو نكردي بو جيلي شما دقازن وقول وقت بديموغرافيا هرمي بري جوهرتن او بلانا محمد طلب هلال جو كرد اجنبي هشتين جو حزام عربي وكمبر عربي شيكرين جو ما في زماني كردي ام نرن انا ابرجي ما انا دوين انتجراسيون ده امبان رايا قشيدكن وامبان كسي بربرسيار ديكن اي سرپرشتي فيتشتين ما انا بانكر ما جو امفان غافين ولو شرمزار ديكن بشتي قند سال جهندري في انتجراسيون دي ما في كردان وكا بيكاتي كرسن وكا زمان وكا تشاند وكا هريم وكا يعني ملتك في هريمي لسرخاكا خدجي غيرك افايا بي باراستن ام دنرينك انكا او غورتنا ديموغرافي جو بري ديكرن انكا في غورتنا ديموغرافي لسر مجيه قال لي كرد بيكتينن لسر بسيكولوجي قال لي كرد دخبتن جو هدي نافي قندو باجاري متون ديكن حتى هكا دو انتجراسيون دي شارنوس الزماني ما هين حتى هكا اشكال نكرني ببيلاد ديني نفشاد ديني سالكي ومهكي ودمها ودسالدن يعني قبل يستكن سياسه مدارن ام تجاري الهمبروي ناس ساكنين وام وقما تكوشينا خوي يعني بشر وبكرشني ام الهمبروي تشترابون مخابات وتكشين كر ام جبو باراستنا خو ونافي خو وشاندا خو وزماني خو انا جي ام تكوشينا خو خبات خو سياسي بردوام دكن وقيمه مناي وام شرمزار دكن فان تشتنولو ام برايا قشتي دكن بركي خرابن كسن بربرسيارين إسر برشتي في انتجراسيوني دفيل السربسكين زماني ما خالا نخالا بازاري نافت بازاري بب نافي قندو باجاري ما نخالين بازارين بازار تد نافن ام نهين تشتكي بارسيدكن ما فكي مي ام دوزا في ما في خو چسپاندنا ويدكن وبجيكرنا ويدكن ام ندو خازن نا بارسيش كسيدكن يعني أستاذ أرشك، لضمان حق اللغة الكردية في الدستور السوري والاعتراف واعتمادها رسميا في مدارس التابعة للمناطق الكردية، ما الذي يقع اليوم على عاتق أبناء الكرد في مناطق روجافا؟ براستيجي يعني اف قافا هاني يعني او مرسومك دركت مرسومه يعني سروك احمد شرعي سروك رجيم دمكي دركت هناك يعني جاري كمين بو جو أريكرنك جما في كردار وجزمان وار دده ليوات هريناك مرسومة ببنوسك بقلمك هاتي كارب قلمك براش نجي دبيتك في دستوري دمانجي ببي أنا قفتقو نقاشات لسر أصلا بلند بن ودبن سر برشتيا قلن دابين كرد ام سوغر كرد يعني ايجو ام دوزا في سوغريه دكن جو اف زمان ما تيكافي دستوري ده ما في قال لي كرد وك قال لي كرد جواكك ملتك لسر خاك اخوه تيكافي دستوري ده قريب جبو اف رجيمك دمكيه جبو قابا جو سيستمك انه قانون انه ياساي انه بين افاكرين سوريا كبردوام دم دريج دبيغو ام تشتيما تيدا ام بجيبن وامجي خدي مافبن وخدي رولبن جو ام بخوا هاي دار ببن جو ام
عرب رزداريا مجواري اشورين ارمني خريستيان ازيدي امجي وكا كرد وكا قال كرد بيك هاتي كسركن ورسن ادومن في سوريا ده خديه وين يعني خديه وين ديروكينه خديه في خاك ديروكينه ومن سر خاك اخونه قابا قفت اشتريتك من ياسايتك من قانون تبرز قريك منامين بهفر ام سوريا كقش وخش ابابكن يعني. يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك على كل هالمعلومات. باس جورجي سركفتن به. يلك سباس. نعم سعيد، ان وصل الموضوع للغه الكرديه الى اللغه الام، اللغه الاصليه، تكون مطالب الأهالي يكون حديثهم حاد وصارم، لأن اليوم ما يدافعون عنه بدمائهم وبتضحيات التي قدموها هي لغتهم الأم، هو حقهم المشروع كما ذكر ضيفي أيضا. ذكر الكثير من المطالب والأشياء التي يطالب بها الأهالي هنا في مدن روجافا أثناء سن القوانين، أثناء صياغة دستور جديد لسوريا، ديمقراطية جديدة. يجب أن يكون هناك مكان للمكون الكردي، فاليوم الكرد يمثلون جزءا كبيرا من سوريا، هم جزء لا يتجزأ من سوريا المتعددة بجميع طوائفها والمكونات التي تعيش فيها، إن كان المكون العربي أو الأشوري أو السورياني وباقي المكونات الأخرى. فلكل المكونات اليوم لها حق أن تقوم بممارسة ثقافتها وهويتها ولغتها. اللغة بالنسبة للمكون الكردي تعتبر الوجود والثقافة اليوم لا يستطيعوا أن يتنازلوا عنها، لأنها هي حق مشروع. يعتبرون اليوم تعريب المناطق الكردية وعدم الاعتراف بلغتهم هو استمرار لمشروع الحزام العربي الذي فرض عليهم أثناء أيام حزب البعثين يمكن القول. يعتبرونها استمرار لسياسة التغيير الديمغرافي التي ترتكب بحق المكون الكردي. حديث الأهالي واضح سعيد، لا يمكن التنازل أو التراجع أي خطوة للوراء عن حقهم في اللغة الكردية بالأخص وعن باقي الحقوق الأخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا جيهان روش، كنت معي من مدينة عمودة، وكل الشكر أيضا لضيفك الكريم. نعم مشاهدينا، مستمرين معكم في هذا البرنامج، فاصل قصير ومن ثم ننتقل إلى محورنا التالي. في محورنا الثاني مشاهدينا الكرام سنتحدث عن التحديات التي تواجه العمال في مدينة الحسكة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأيضا عملهم أمام هذا الوضع، وأيضا تحت أشعة الشمس والحرارة العالية في مدينة الحسكة. طبعا هنالك تحديات كثيرة تواجههم في ظل المعيشة الصعبة وأيضا تردي الوضع المعيشي في المنطقة. لتسليط الضوء مشاهدينا أكثر حول وضع العمال في مدينة الحسكة والتحديات التي يواجهونها، تنضم معنا مباشرة من مدينة الحسكة مراسلتنا بشرى العموري. بشرى، مرحبا بك. لو تصفين لنا وضع العمال في مدينة الحسكة خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية وأيضا استمرار عملهم في ظل الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة والتحديات التي يواجهونها. تفضلي بشرى. نعم سعيد، مرحبا لك ومرحبا لجميع متابعي قناة روجافا تي في. مثل ما حكيت، ساعات انتظار طويلة بينتظر هون عمال الميومة أو اليومية تحت أشعة الشمس والحرارة العالية أو حتى تحت برد الشتاء القارس. بنتظروا لساعات طويلة بانتظار فرصة عمل اللي ممكن تجي هاي الفرصة وممكن ما بتجي باليوم الواحد. ساعات عمل طويلة وأجور ضعيفة جدا مقارنة مع الحياة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية اللي عم تعيشها المنطقة على العموم. عمال الميومة أو عمال اليومية ما في مظلة اجتماعية وصحية تساعدهم أو تحميهم، رغم أنه أغلبهم معه شهادات وما حصل على فرصة عمل كوظيفة أو فرصة عمل دائمة. رح خلي الكاميرا تاخذ مشاهدهم. نحن هلا على دوار الغزل، أحد الدوارات اللي بيجتمع عليها عمال اليومية سعيد. مثل ما شايف هون عم ينتظروا حدا من السيارات يوقف لإلهم
وياخذهم لفرصة عمل أو يطلبهم بفرصة عمل ساعية. هون عم نحكي طبعا أجور العمل للعمال اليومية سعيد هي أجور جدا زهيدة وضعيفة وما بتغطي احتياجهم اليومي، خاصة مع ارتفاع الأسعار اللي عم تعيشه مدينة الحسكة من مي من كهرباء ومن أسعار مواد غذائية أساسية لليوم الواحد. بنتظروا ممكن ساعة ممكن ساعتين وبيجوا من الصبح، يعني تقريبا بالساعة 7 بتلاقي عمال اليومية بمدينة الحسكة بانتظار فرصة العمل هون على الدوارات. طبعا هذا الشيء عم يثقل كاهل هدول المواطنين، هن بالنهاية مواطنين وهن الفئة الأكثر تحديات بالمجتمع وأكثر اللي بتواجه أكثر صعوبات بالمجتمع. رح ناخذ حدا منهم. مرحبا، كيفك؟ بس نيجي شوي لهون مشان الكاميرا لو سمحت. كم ساعة ممكن تنتظر فرصة عمل هون وشو هي الصعوبات اللي بتواجهها؟ والله ننطر 5 ساعات 6 ساعات أكثر مرات. نمر كل اليوم ما نشتغل، أسبوع ما نشتغل. أي والله. يعني بيمتد ليوم وأسبوع وممكن ما تحصل فرصة عمل تشتغل. ممكن أسبوع كامل ما نشتغل، ممكن شهر كامل ما نشتغل. أيوة. الصعوبات اللي عم تواجهها لما أنت ما بتشتغل كيف بتجيب لبيتك الأساسيات؟ والله اليوم نشتغل فيه ناكل، اليوم ما نشتغل فيه ما في أكل. طب الأجور كيف عم بتكون؟ الأجور ضعيفة حيل، يعني العامل يعطونه 50,000، 50,000 ما تجيب له فطور يمكن. ايه. اليوم أنت شو مطالبك؟ والله مطالبنا فرص عمل، يعني يفتحوا لنا فرص عمل، معامل، شركات، أي شيء. ما في فرص عمل بالحسكة أبدا. الله يعطيك العافية. ناخذ رأي ثاني. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ يا هلا. فرص العمل لعمال اليومية مثل حضرتك قد ايه عم بتكون باليوم واليومين والثلاثة عم تنطر لتجي فرصة عمل وحدة ممكن هي تكون 4-5 ساعات وبأجر ضعيف؟ أجر ضعيف، يعني نظل أسبوع، يعني جزء أسبوع جزء نهارين 3 يا الله، يعني تجينا يعني أكثر شيء 50,000. اي والله. 50,000 كيف عم تغطي احتياجاتك من مي من مواد غذائية؟ اليوم ال5 براميل حقن 60-70,000، وما يعني وين بدنا نروح، يعني ما عندنا غير هالشغلة هاي. اي والله. اليوم أنت شو مطالبك؟ فرص عمل. طب أنت سجلت بالشؤون الاجتماعية، سجلت بحثت عن عمل وكيف كيف شو اللي تواجهه لما تبحث عن عمل آخر؟ والله احنا ما بحثنا، يعني بس نعرف انه ما بي يعني، وما عندنا غير هالشغلة هاي، يعني قاعد نشتغلها. من أي ساعة بتجي لها؟ والله نجي تقريبا من الساعة 6 نظل تقريبا للساعة 4 للساعة 5 العصر. اي والله. عم تنتظر حدا ياخذك لفرصة عمل؟ لفرصة عمل، يعني أكثر يومية يعني 50,000. والشغل اللي بتلاقيه هو بيكون شغل شاق، يعني من الأعمال شاق وشغل، يعني تعب بالدرجة يعني، بس يعني إيش بدنا نسوي؟ طيب اليوم لما أنت بتروح لشغلك وكيف الأسعار، مين بحدد الأسعار وكيف هاي الأسعار انحطت؟ يعني أجورك؟ يعني هو بالنسبة اللي يجي مثلا بده عمال، يعني هو اللي يحدد يعني. يعني احنا نطلب سعر، هو لا هو بده يعطينا اقل شيء يعني رغم انه رغم انه عملكم شاق الا بيناقشك على السعر. يناقشني على رزقتي، يعني يناقشني على تعبي يعني. رغم انه مقارنة بالامور الحياتية او المتطلبات الحياتية هي اجرة مناسبة. والله اجرة شو يعني، مثل شو يعني؟ يعني مثلا انت عم تطلب يعني 50، مثلا نطلب 100,000، يعني اكثر من 50,000 ما ابي. هنا اكثر من 50,000 ما ابي يوميا، يعني يجينا بالاسبوع يا مره يا مرتين، يعني اكثر شيء شغل. طب اليوم انت كيف عم تسد احتياجات منزلك؟ والله ايش بدنا نسوي، يعني وين الواحد بده يروح، يعني ما عندنا غير هالشغله. مطالبك؟ مطالبي فرص عمل. انا احكي لك عن كل العمال اللي هنا، بدا فرص عمل لا اكثر ولا اقل. الله يعطيك العافيه. شكرا كثير. كمان اذا نقدر ناخذ راي ثاني، مثل ما سمعت سعيد، اليوم فرص العمل والبحث عن فرص عمل ثابته لعمال اليوميه هو مطلبهم الوحيد بظل ازمه اقتصاديه عم تعيشها
المدينة وعم تعيشها سوريا بشكل عام، وعم تعيش خناق اقتصادي. اليوم هذا العامل بيطلب من 100,000 ل 50,000، وال 100,000 وال 50,000 اليوم ما بتعمل حتى طبخة. رغم هيك ما عم بيحصلوا هذا السعر من الشخص اللي بيطلبهم ليشتغلوا كتعتيل أو نقل منزل، عفوا على الكلمة أو على المصطلح نقل منزل. هي أكثر الفرص اللي ممكن تجي لعمال اليومية. هي الفئة اللي من الشعب اللي عم تعاني معاناة كبيرة بظل دعم اقتصادي لها، أو بظل مظلة تحميهم اجتماعيا وصحيا، أو تقدم لهم فرص عمل أكبر. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا بشرى العموري، كنت معي من مدينة الحسكة. نعم مشاهدينا، كما شاهدتم أوضاع صعبة للعمال في مدينة الحسكة، العمال الذين يعملون بيومية أجور رخيصة أمام التعب والإرهاق الذي يقومون به خلال اليوم من نقل أساس للمنزل لأمور أخرى وأعمال شاقة جدا في مدينة الحسكة، بالإضافة أيضا لتردي الوضع المعيشي وارتفاع جميع السلع والمواد الغذائية، وأيضا انتظارهم لساعات طويلة أمام أشعة الشمس وأمام الطقس الحار، ما يسبب أيضا أتعاب أخرى وإرهاق لدى العمال في مدينة الحسكة، وأيضا مطالبهم توفير فرص العمل في مدينة الحسكة، وأيضا افتتاح شركات في سبيل تخفيف المعاناة عنهم، وأيضا توفير المواد الأساسية والأجور التي تسد الحاجة وتسد الاحتياجات الأساسية لدى منزلهم. طبعا تستمر هذه الصعوبات وأيضا التحديات لدى العمال خلال هذه الفترة مشاهدينا الكرام، ونرى أيضا مظاهرات ومسيرات يومية لدى أهالي مناطق روجافا ومطالبتهم بتحسين الواقع المعيشي وأيضا تحسين مستوى الخدمات بما يناسب وضعهم وأيضا احتياجاتهم الأساسية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم ننتقل إلى محورنا الأخير. نعم مشاهدينا، في محورنا الأخير سنتحدث عن ملف عودة مهاجري سريكانية وغريس بي إلى أرضهم وديارهم. طبعا من خلال الاتفاقية الموقعة ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة يجب أن يعود جميع المهاجرين إلى أرضهم ومنازلهم، ولكن لحد الآن لم نرى أي عودة آمنة للمهاجرين من مدينة سريكانية، وهنالك تحديات وصعوبات يواجهونها أثناء العودة إلى أرضهم وديارهم، بالإضافة أيضا للتهديدات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الموجودين في مدينة سريكانية، وأيضا الاستيلاء على منازل المواطنين وغياب الآلية القانونية لعودة الممتلكات أيضا إلى أصحابها. وهنالك معاناة أيضا للمهاجرين في المخيمات الموجودة في مدينة الحسكة، مخيم سريكانية وواشوكاني، وأيضا مطالبات المهاجرين في سبيل العودة الكريمة والآمنة لأرضهم وديارهم، وأيضا تحسين الواقع المعيشي في مدينة سريكانية. لتسليط الضوء مشاهدين أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد جوان عيسو، محام ومسؤول مكتب العلاقات في لجنة مهاجري سريكانية. سيد جوان، مرحبا بك على شاشة روجافا وضمن حلقتنا لهذا اليوم. أبرز العقبات سيد جوان التي تمنع المهاجرين إلى العودة لمناطقهم، تفضل. بداية مرحبا بك وبمشاهديك. طبعا فيما يتعلق بملف عودة المهاجرين مهاجري سريكانية الأصليين إلى مدينة سريكانية وأريافها، طبعا على الأرض في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد مرور فترة طويلة من لنقل تهميش ملف عودة المهاجرين وعدم أعطاء الضرورة أو الأولوية لهذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى على امتداد جغرافية سوريا. ففي الآونة الأخيرة طبعا
ومن خلال طبعا متابعتنا ولقاءاتنا مع الكثير من الجهات الرسمية نحن كلجنة مهجري سريكانية، وبعض الوعود التي قطعتها هذه الجهات بالفعل حدثت بعض الخطوات الإيجابية على الأرض، خطوات لنقل متعلقة بالأمور الأمنية، وخاصة وفيما يتعلق بدراسة الملف الأمني لمدينة سريكانية وكيفية إيجاد حلول لهذا الملف، بالإضافة إلى مسألة إزالة الألغام وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بالناحية الأمنية في المدينة، ومسألة فتح الطرقات، وطبعا فرق متخصصة في مسألة الألغام باشرت عملها على امتداد أرياف مدينة سريكانية، وخاصة طريق لنقل درباسية سريكانية وتلتمر سريكانية. ومع ذلك طبعا بالرغم من هذه الخطوات الميدانية على الأرض حتى اللحظة لا يوجد تاريخ محدد ومعين من أجل العودة، بإضافة إلى حتى المستوطنون الذين يقطنون أو الذين يسكنون في المدينة وأريافها، سواء كانت أسر للقوات لفصائل عسكرية أو مدنية الذين قدموا بعد 2019 حتى اللحظة لم يخرجوا من هذه المدينة. وطبعا هناك أيضا لجان وعمل من أجل إخراج، طبعا وهذا الشرط ومطلب أساسي لأهالي سريكانية، ضرورة إخراج كل من قدم إلى مدينة سريكانية بعد عام 2019 من أجل البدء بعملية العودة. نعم سيد جوان، هل شهدتم حالات عودة فعلية؟ هل هنالك بعض الأفراد عادوا إلى مدينة السريكانية؟ وكيف رأوا الوضع الذين ذهبوا إلى مدينة سريكانية والتحديات التي واجهوها؟ طبعا الوضع في مدينة سريكانية حتى اللحظة وضع غير آمن من الناحية الأمنية. لا تزال الفصائل العسكرية هي تتحكم بمفاصل المدينة وأريافها. لا تزال قواعد الدولة التركية موجودة في هذه المدينة. لا تزال المجالس التي شكلت بعد عملية الاحتلال هي التي تدير هذه المدينة، فبالتالي الوضع الأمني بشكل عام حتى اللحظة غير آمن. ومع طبعا لنقل إذا ما قارنا الوضع الآن بالسابق، هناك بعض التسهيلات لبعض المدنيين. طبعا بالنسبة للعودة حتى اللحظة يعني بعض المهجرين على مستوى الأفراد حاولوا طبعا، والبعض منهم وصلوا إلى مدينة سريكانية وأريافها كجولة لنقل تفقدية وليست عودة، يعني جولة تفقدية للاطلاع على أملاكهم وعقاراتهم ومنازلهم، ولكن لم يستطيعوا أن يبقوا في المدينة وحتى أريافها كما ذكرت المناطق غير آمنة. لا تزال الواقع الأمني غير مستقر. بعض المجموعات المسلحة وبعض التيارات العسكرية وحتى السياسية والإدارية التي هي بالأساس ترفض تنفيذ بنود اتفاق 29 يناير، وبالتالي هي متضررة من مسألة تنفيذ بنود هذا الاتفاق على مصالحها، سواء كانت اقتصادية وعسكرية وسياسية. وحتى الجميع يعلم بأن أراضي سريكانية وعقارات سريكانية ومنازل سريكانية هي بعد الاستيلاء عليها هي تحت تصرف هذه الفصائل وهذه المجاميع أو هذه التيارات التي هي ضد مسألة العودة وضد تنفيذ اتفاقية 29 يناير. فلذلك حتى اللحظة يعني لا توجد عودة، ولكن زيارات تفقدية لمدة ساعات ومن ثم يعودون إلى أماكنهم. والواقع داخل المدينة طبعا من الناحية الاقتصادية الواقع غير جيد، سيء. أيضا من الناحية الخدمية وبشكل عام واقع المدينة أيضا وأريافها يعني لا توجد فرص عمل ولا أمور على الأرض مهيئة لظروف معيشية مستدامة، وبالتالي بحاجة إلى كثير من
الأمور، وملفات داخلية أيضا بحاجة إلى ما فيها الاقتصادية بحاجة إلى حلول ودعم. نعم سيد جوان، بالنسبة لعودة الممتلكات إلى أصحابها، هل هنالك آليات قانونية يتم العمل بها حاليا في سبيل عودة هذه الممتلكات إلى أصحابها الحقيقيين؟ هل هنالك عمل أو خطة يتم تنفيذها في هذه الفترة في سبيل حل هذه المشكلة؟ طبعا نحن طالبنا ومن خلال اجتماعاتنا المتكررة مع محافظ الحسكة ومع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى الفريق الرئاسي الذي يشرف على عمليتي الدمج ومسألة العودة في الحسكة. طبعا أكدنا بأن يجب أن تكون جميع القرارات التي أصدرتها الجهات، طبعا نحن لا نعطي أي شرعية أو نمنح أي شرعية لهذه الجهات، يجب أن تبطل هذه القرارات، وسواء فيما يتعلق بمسألة الملكية، مسألة البيع، مسألة الأمور الأخرى، كون المالك الأساسي أو المالك الأصلي الذي له حق الرقبة أو له الحق الأصلي في التملك هو غير موجود، وحتى أملاكه وخارج إرادته، وبالتالي أي تجاوز أو أي اتخاذ قرار يعتبر غير قانوني، يفتقد الشرعية، وبالتالي يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2019. وبالتالي طبعا يجب أن تشكل لجان قانونية، لجان مشتركة ما بين محافظة الحسكة والمدينة ولجنة المهاجرين السريكانية، وحتى ما فيها الجهات الرسمية في دمشق، من أجل متابعة هذه الملفات ومن أجل إعادة الأراضي والعقارات والمنازل إلى أصحابها، بالإضافة إلى يعني لاحقا يجب أن يكون هناك حتى مسألة تعويض المتضررين من هذه السياسات ومن هذه الانتهاكات التي جرت أو التي لا تزال لنقل حتى اللحظة هي مستمرة، وخاصة نحن الآن نعيش فترة الموسم الزراعي، موسم الشعير والقمح. هذه الفصائل وهذه المجاميع قامت بحصاد هذه المحاصيل ونقل هذه المحاصيل إلى مناطق أخرى، وهذا أيضا اعتداء على حقوق وأملاك المهجرين. فهذا طبعا هناك ملفات شائكة، ملفات اقتصادية، ملفات سياسية، وحتى ملفات مجتمعية، طبعا بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى حلول، بحاجة إلى كثير من الأمور من أجل تهيئة بيئة آمنة شاملة لعودة المهجر. نعم سيد جوان، يعني دور المنظمات الدولية في هذه النقطة بالتحديد، هل هنالك أي دور من قبل المنظمات الدولية في سبيل أن تكون جهة وسيطة في سبيل تسهيل هذه الأمور التي ذكرتها؟ هل هنالك أي دور من قبل المنظمات الدولية بخصوص العودة الآمنة للمهجرين؟ طبعا أقولها وللأسف الشديد، طبعا حتى الآن دور المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والدور خجول جدا، لا يرتقي إلى مستوى الواقع المعاش سواء في المخيمات وحتى داخل المدينة. ولاحظنا طبعا خلال سنوات التهجير هذه المنظمات الدولية والتي تدعي بأنها إنسانية بالدرجة الأولى، وحتى لها دور لنقل على مستوى الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن والجمعية العامة، لم تقم هذه المنظمة بواجباتها وفق نظامها الداخلي، بدءا من منع الاحتلال والاعتداء ومسألة التهجير والتغيير الديموغرافي واحتلال هذه المدن. وهذا دليل بأن هذه المنظمات أيضا جزء منها لنقل ولو نسبيا هي مسيسة إلى حد ما لا تستطيع التحرك في ظل اتفاقيات الاقتصادية والسياسية. النقطة الأخرى هي حتى لم تستطع تقديم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمهجرين سواء في المخيمات وحتى في مناطق أخرى، وحتى الآن في مخيمات سريكانية وراس وواشوكاني ونوروز ومخيمات أخرى هذه المنظمات لم تقم بما يترتب عليها من كواجب للقيام بدعم التقديم الإنساني. فبالتالي حتى لحظة هذا الدور هو دور خجول، دور
يعني حتى لم نرى لهم مساع أو لنقل ضغط على الحكومة في دمشق وحتى على الدول الأخرى. لاحظنا خلال أكثر من عام ونصف العاصمة في دمشق تحولت إلى مزار لكثير من الزيارات وتنمية العلاقات الدبلوماسية مع كثير من الدول والمنظمات، ولكن لا تزال هذه المنظمات هي محصورة في العاصمة دمشق، مع بعض إرسال بعض الفرق إلى بعض المناطق. ولكن الواقع السوري، الواقع المأساوي السوري يتطلب المزيد من الجهود الإنسانية والحقوقية، وحتى نحن الآن نعيش في مرحلة أو لنقل فترة العدالة الانتقالية، ولكن الواقع يثبت بأن حتى اللحظة لا توجد أي معايير دولية لتطبيق مسألة العدالة الانتقالية، وبالتالي محاسبة الجنات وجبر الضرر وتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والجرائم، بالتزامن مع غياب تقديم الأمور المعيشية والاحتياجات الأساسية، ومنها ملف مياه آبار علوك. هذا الملف حتى اللحظة لا الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى، روسيا سابقا ولا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض الدول لم تستطع إيجاد حل لمسألة إنسانية، مسألة المياه. وبالتالي هذا يعني بيدل ويعطي مؤشر بأن بالفعل الحالات الإنسانية وغيرها هي تابعة وربما تصبح ضحية اتفاقيات سياسية واقتصادية. نعم سيد جوان، نقطة أخرى أود التطرق إليها مسألة اللعب على الوتر الطائفي. هنالك جهات كثيرة تسعى إلى خلق فتنة وصراعات جديدة في مدينة سريكانية من ناحية الكردي والعربي وأمور أخرى في سبيل خلق فتنة كردية عربية. اليوم الدور أو الواجب العاتق على شيوخ العشائر في المنطقة، المثقفين، أيضا الحكومة المؤقتة في سبيل منع جر المدينة إلى خلق صراعات جديدة. طبعا هذه نقطة بالفعل هي نقطة مهمة جدا، مسألة الصراعات الداخلية ومسألة الحروب الأهلية ومسألة الثأر وما إلى ذلك. طبعا نحن ركزنا على هذه النقاط، وحتى الجهات التي التقينا معها أكدت بأنها تحاول يعني حل هذه المسألة. طبعا بوابة هذا الحل أو النقطة الأساسية والمسار الأساسي لحل هذه المشكلة، هذه البوابة طبعا تتمثل في إعادة كل مستوطن أو كل شخص قدم إلى مدينة سريكانية بعد عام 2019 بعد الاحتلال إلى موطنه الأصلي. وبالتالي مكونات مدينة سريكانية، جميع مكونات مدينة سريكانية، ومدينة سريكانية طبعا بالفعل مدينة متنوعة ثقافيا، يوجد فيها طبعا كل نقل شكل الغنى التاريخي والتنوع المجتمعي من حيث المكونات والأديان والطوائف. هذا المجتمع هو مجتمع مسالم، وحتى لذلك لا توجد أي مشاكل أو خلافات داخلية. حتى طبعا بعض الجهات ربما تم تجنيدها وتنظيمها من قبل الدولة التركية وجهات أخرى من أجل خلق مشاكل داخلية وحرب لنقل، يعني مشاكل داخلية لنقل. وبالتالي يمكن حل هذه الأمور كون هذه الجهات أصلا هي أيضا مسيسة ومنظمة من قبل الدول الأخرى طبعا. وهذا الدور أعتقد يقع على عاتق كل مواطن أو كل شخص من مدينة سريكانية وأريافها بغض النظر عن توجهه السياسي أو المكونات. طبعا هنا دور منظمات المجتمع المدني، دور الوجهاء ورؤساء العشائر، الشخصيات الاجتماعية وجميع سكان المدينة. وأعتقد بأن السكان الأصليين في مدينة سريكانية هم الآن أيضا يرحبون بعودة المهجرين إلى بيوتهم ومنازلهم. ولاحظنا طبعا هذه من خلال الاتصالات المباشرة معهم، عدا بعض المجموعات كما ذكرت المتضررة من مسألة تنفيذ الاتفاقية وعودة المهجرين. وبالتالي إذا ما تم حل مشكلة يعني
لكون حتى اللحظة مدينة سريكانية هي غير تابعة لمحافظة الحسكة. هي خارج سيطرة إدارة محافظة الحسكة. إن عادت المدينة وأريافها إلى بشكل رسمي وإداري وجغرافي، وأعتقد هذه المشاكل ستحل بالطرق القانونية وبالطرق لنقل الصلحية والسلمية بعد إخراج جميع المستوطنين والغرباء من المدينة. نعم، أكتفي معك بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر السيد جوان عيسو، محام ومسؤول مكتب العلاقات في لجنة مهجري سريكانية. كل الشكر على كل ما تفضلت به من معلومات وإيضاحات حول وضع مهجري سريكانية. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، بهذا القدر وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.